الوديعة. كامران اسد الله شاهد صهيب رفعت يتكلم مع رائد عبد الزيد. وهنا المحاولة لمصلحة فريق الجيش. أسامة رفعت فقد الكرة. أسامة رفعت
وعادت ماذا هناك لمصلحة فريق ديالى، لمصلحة فريق ديالى. مروان بن كمال يدخل الآن أكيد بغياب رائد عبد الزيد. محمد صاحب لاعب الدار يدخل الآن. منير قاسم الشقيق الأكبر لمنتظر قاسم، حارس مرمى نادي الحشد. فارس مفتاح إلى مروان بن كمال، إلى فارس، تمريرة وصلت إلى حيدر جبار، وهناك رمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار. حاول حيدر جبار لكن دفاعات قوية جدا، دفاعات قوية جدا من فريق الجيش في هذه اللقطة. مروان بن كمال، فارس مفتاح، علي طارق، ثلاثي الخط الخلفي إلى مروان، تصويبة ممتازة من مروان بن كمال، يسجل الهدف الثامن عشر. فارق 4 أهداف، فارق 4 أهداف لمصلحة فريق ديالى. فريق الجيش اللي يقلص الفارق الآن. علي صلاح أيضا من إنتاج مدرسة ديالى يلعب مع نادي الجيش. كمان أسد الله عادت مصلحة فريق ديالى. فارس مفتاح ومحمد صاحب، ممتاز ممتاز محمد صاحب، ممتاز محمد صاحب، وهدف رقم 19. نعم، أهداف. كما أسد الله لعلي صلاح، لأسامة، دفاع قوي جدا، ورمي 7 أمتار على فارس مفتاح. هل هناك إيقاف؟ هل هناك إيقاف؟ وأسامة رفعت يطالب. نعم هناك إيقاف، إيقاف على اللاعب فارس مفتاح. رمي 7 أمتار مصطفى محمود على تنفيذ هذه الرمية، رمية جزائية. مصطفى أمام منير، هل ينجح مصطفى؟ ينجح مصطفى بصورة جميلة جدا، يسجل الهدف الخامس عشر، يقلص الفارق إلى 4 أهداف. مرت 10 دقائق من أحداث الشوط الثاني، متبقي 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة. حيدر يحاول، حيدر إلى علي طارق، علي طارق، ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار. مصطفى بكري أمام حسين عبد الهادي، مصطفى مع حسين عبد الهادي يعود إلى الخلف على الخط تماما. حسين عبد الهادي لم ينجح من أمام مصطفى بكري. هدف رقم 20، يعود الفرق إلى 5 أهداف. علي صلاح دخول وتصويب وتصدي ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار لمصلحة فريق الجيش. أيضا مصطفى محمود، هل دخول الحارس البديل؟ نعم، دخول الحارس البديل كاظم أحمد.
يدخل الآن مصطفى محمود. مصطفى امام كاظم احمد في كرة مواجهة. حاول كاظم احمد لكن الكرة دخلت. الكرة دخلت والهدف رقم 16. 16 الجيش، 20 ديالى. الفريق يتخلص الأربع أهداف. يحاول فريق ديالى وهناك خطأ على لاعبي فريق ديالى. عادة مصلحة نادي الجيش. الجيش يحاول علي صلاح تمريره لمصطفى وهدف. هدف آخر، هدف رقم 17. هدف رقم 17 لمصلحة الجيش مقابل 20 لديالى. يتقلص الفارق إلى 3 أهداف. الفارق يتقلص إلى 3 أهداف. جيش يحاول أن يعود شيئا فشيئا. حيدر غازي ونظرة. مروان بن كمال تصويب وتصدي من حسين عبد الهادي. يتصدى حسين عبد الهادي ويحاول علي صلاح. علي صلاح بهجمة مهمة وتصويبة، ولكن دفاع ناجح من فريق ديالى وهجوم مرتد سريع ممتاز. ممتاز من حيدر جبار. ينجح بتسجيل هدف رقم 21. 21 ديالى، 17 الجيش. الفارق يعود إلى 4 أهداف. الفارق يعود إلى 4 أهداف. كلما يحاول فريق الجيش أن يقترب من النتيجة، يقترب من التعديل مع ديالى، ديالى يعود ويوسع الفارق. علي صلاح، كاميرون أسد الله. علي صلاح من جديد يحاول فريق الجيش. مرتضى، كاميرون، تمريرة، محاولة دخول إلى كاميرون. كاميرون أمام محمد صاحب. علي صلاح، دفاعات قوية. يحاول الآن وتصويبة بعيدة إلى الخارج. نعم صوب لكن إلى الخارج. دفاعات قوية جدا. مروان بن كمال، شاهد منير قاسم يقول مروان كمال روح العب بسرعة. وهنا علي طارق يصوب وتصدي. وهناك رمية 9 أمتار. هناك رمية 9 أمتار لمصلحة، هناك رمية 9 أمتار لمصلحة فريق ديالى. فارس مفتاح. حيدر جبار. عودة رائد عبد الزيد. طبعا نعم 3 هجمات ومن ثم يعود كونه تم اسعافه. فارس مفتاح لرائد عبد الزيد، لاعب مهم جدا. رائد يحاول الدخول ودفاع قوي من كاميرون اسد الله ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لمصلحة فريق ديالى. هذه النتيجة، هذه النتيجة إذا الشرطة فاز على فريق بلدية البصرة فإن الشرطة يصل إلى المركز الرابع، والخاسر من هذا اللقاء سوف يذهب إلى المركز الخامس. نعم تنافس كبير. فارس مفتاح أمام حسين عبد الهادي أو عبد المهم المحمود أمام فارس مفتاح، وينجح فارس مفتاح بتسجيل هدف رقم 22. 22 ديالى، 17 الجيش. 16 دقيقة مرت من أحداث الشوط الثاني، والفارق 5 أهداف لمصلحة نادي ديالى. هذا الفارق 5 أهداف. كاميرون أسد الله ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لمصلحة فريق الجيش. كثيرة هي الرميات الجزائية خلال هذا اللقاء. كاظم أحمد من أمام مصطفى محمود. هل ينجح كاظم أمام مصطفى؟ صعب جدا. ينجح بالتسجيل ويسجل هدف رقم 18. طبعا فريق الجيش سجل 410 أهداف قبل هذا اللقاء بمعدل 32 هدف في كل مباراة، بينما ديالى
367 بمعدل 28 هدف في كل جولة في كل مباراة من المباريات 13 التي لعبها. فارس مفتاح وراد عبد الزيد إلى فارس مفتاح من جديد، تمريرة لمحمد صاحب وإلى الخارج، والحكم يقول لا وجود لشيء، يطلب منا النهوض. كاميران أسد الله، وهنا تصويب وتصدي من منير، ممتازة من منير، تمريرة طويلة لحيدر جبور، وهدف رقم 23، هدف رقم 23 لمصلحة نادي ديالى. حيدر جبار يعيد الفارق من جديد إلى 5 أهداف قبل نهاية هذا اللقاء بأقل من 14 دقيقة. أسامة رفعت الآن، يدخل أسامة رفعت، أسامة يحاول كاميران أسد الله ودفاع مفتوح وهدف، هدف رقم 19 لمصلحة نادي الجيش. خلص الفرق 4 أهداف من جديد. مروان بن كمال إلى رائد عبد الزيد، يحاول الدخول لمروان بن كمال من جديد. مصطفى بكري، رائد لفارس مفتاح، يعني مصطفى بكري يلعب في الجانب الدفاعي فقط، لا يشارك في الجانب الهجومي، يتم استبداله. فارس مفتاح لرائد عبد الزيد، محمد صاحب، علي طارق، رائد عبد الزيد، فارس مفتاح يحاول لكن صعب جدا، صعب جدا، ورمية 9 أمتار. فارس يحاول، فارس أيضا دفاع قوي وإشارة اللعب السلبي. علي طارق وتصويبه من علي طارق ويتصدى وتعود لمصلحة فريق الجيش. هل يقلص الجيش؟ لا، 3 أهداف من خلال هذه الهجمة. يحاول فريق الجيش لكن تعطيل للهجمة، تلعب سريعا. يجب أن تلعب الكرة من مكان حدود الخطأ. نعم. كاميران أسد الله، تمرير لمرتضى وتصدي من منير قاسم، وصرخة بعد هذا التصدي، صرخة كبيرة، ينجح بتصدي في كرة مواجهة. تصدي مهم الآن في الدقائق الأخيرة، أي تصدي لحارس المرمى يكون مهم ومهم جدا. علي طارق فارس مفتاح، وهنا علي لرائد عبد الزيد، ومصطفى محمود خطف الكرة، وهناك لمس الكرة بالقدم من قبل مصطفى محمود، عادت لمصلحة نادي ديالى. عادت الحيازة والاستحواذ لمصلحة نادي ديالى. علي طارق لفارس مفتاح، هنا تصويبه من محمد صعب لكن تصدي من حسين عبد الهادي. الآن بدأ يتألق حراس المرمى، منير قاسم مع ديالى وحسين عبد الهادي مع الجيش. هنا المحاولة والتصويب وهدف، هدف لمصلحة نادي الجيش. يحاول الآن فريق ديالى بالهجوم مرتد سريع، حيدر جبور، وهدف رقم 24 مقابل 20، يعود الفارق إلى 4 أهداف، 24 ديالى 20 الجيش. هدف بهدف، هدف بهدف، سجل الجيش ومن ثم عاد سريعا ديالى وسجل. 24 ديالى 20 الجيش. يحاول الآن كاميران أسد الله فريق الجيش، هنا جانب من الحضور الجماهيري وأسامة رفعت، لكن دفاع قوي من مروان بن كمال. هدي يا أسامة، هدي يا أسامة، لا اليوم عصبي، اليوم عصبي أسامة رفعت. نعم، هو لاعب حريص جدا، لاعب حماسي، يعني منذ سنوات طويلة ونعرف أطباع اللاعبين، وهو من اللاعبين الخبرة، مثل منتخباتنا الوطنية، لعب لديالى، لعب للجيش لفترتين، هذه فترة أخرى مع نادي الجيش. نعم، مشوار كبير ورائع لأسامة رفعت، نعم مشوار متميز لهذا الأسامة.
وهنا تصويب وتصدي من منير قاسم، تصدي آخر من منير قاسم، وديالا يتقدم على الجيش ب 24 هدف مقابل 20 قبل نهاية أحداث هذا اللقاء بأقل من 10 دقائق. ديالا يقترب شيئا فشيئا، يقترب شيئا فشيئا. فارس مفتاح، مصطفى بكري، رائد عبد الزيد، فارس، عودة مصطفى بكري في الجانب الهجومي. مصطفى يحاول المرور، شاهد كاميران أسد الله، دفاع قوي جدا. رمية 9 امتار، علي عبد المنعم سبق اللاعب النادي نفط البصرة، حيدر، رائد عبد الزيد، مصطفى بكري الى فارس مفتاح، مصطفى الى رائد، تصويبه من رائد وهدف جميل، هدف جميل وجميل جدا من رائد عبد الزيد، يقدم مباراة كبيرة. يحاول الان 25 ديالة 20 الجيش، كاميران اسد الله، اسامة رفعت. الجماهير حاضرة بقوة في صالة نادي الجيش، سواء جماهير ديالة، جماهير نادي الجيش، ايضا محبي ومتابعي كرة اليد وعد هذه الصغيرة الجميلة. نعم، شيء جميل عندما تشاهد صغار كبار حاضرين في مباراة كرة اليد. وهنا تمريرة طويلة وصلت الى حيدر جبار، ودفاع قوي كان من علي عباس على حيدر جبار. 25 ديالة 20 الجيش، فارق 5 أهداف. فارس مفتاح، رائد عبد الزيد، فارس، مصطفى بكري. يعني شاهد فريق ديالة بهدوء تام، يريد استهلاك أكبر قدر ممكن من الوقت خلال الهجمة. هنا فارس مفتاح يصوب، لكن سهلة. حسين عبد الهادي تمريرة طويلة ووصلت لمصلحة فريق الجيش، لكن هناك خطأ حاول علي عباس بهذه الكرة، لم ينجح استلامها بالصورة الصحيحة. كاميران أسد الله، وصلت الآن للإيراني ولم يحتسب رمية 7 امتار، الحكم احتسب رمية 9 امتار. وطبعا لامس منطقة 6 متر. كاميران أسد الله وبالتالي لم يحتسب الهدف. يحاول الآن أسامة رفعت وتصويبه ورمية 7 امتار، رمية 7 امتار. رميات الجزائية كثيرة وعديدة. مصطفى محمود أمام منير قاسم، مصطفى أمام منير، هل ينجح؟ وعادت لمصطفى محمود يسجل. تصدى للأولى منير قاسم، لكن عادت ومتابعة كانت من مصطفى محمود، يسجل هدف رقم 21. 21 ديالة 21 الجيش، 25 ديالة، متبقي ما يقارب 6 دقائق وبعض الثواني على نهاية هذا اللقاء. هل ينجح فريق الجيش أن يعود؟ الآن الدفاع المتقدم، ديالة الآن إلى المركز الثالث، 25 21. هل يعود نادي الجيش أم ديالة يعود ويسجل؟ وهناك خطأ على رائد عبد الزيد. ماشي حسين عبد الهادي يلعبها بسرعة. كاميران أسد الله يحاول، كاميران إلى مصطفى لكاميران ويحاول المرور وتصويب ورمية 7 امتار أخرى، رمية 7 امتار أخرى. يعني لو موجود الإحصائية يعني أعتقد ما يقارب 15 رمية جزائية موزعة على الفريقين. أسامة رفعت هو الآن الذي سوف يصوب هذه الرمية من أمام منير قاسم. أسامة
هل ينجح امام منير قاسم ام يتصدى منير قاسم؟ اسامه ومنير، هل ينجح؟ ينجح اسامه، رفع التسجيل هدف رقم 22، يقلص الفارق الى 3 اهداف، يقلص الفارق الى 3 اهداف. هناك وقت مستقطع، حيدر غازي يتدخل مباشرة، يعني بعد ما شاهد الفارق يتقلص الى 3 اهداف ومتبقي 5 دقائق، يعني هناك شعور من المدرب ان فريق الجيش يستطيع ان يعود في هذا اللقاء، وبالتالي طلب وقت مستقطع. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه فريق ديالا، طلبه المدرب حيدر غازي، يعني يحاول ان يعيد التركيز للاعبيه، وخاصه بعد ما شاهد فريق الجيش وخلص الفارق يصل الى 3 اهداف. نستنى في اللقاء من جديد. ديالا لغايه الان في المركز الثالث عطفا على هذه النتيجه. الجيش يريد ان يعود، يريد الاستسلام، يحاول الان راد عبد الزيد الى علي طارق يصوب، وهدف، هدف رقم 26 لمصلحه نادي ديالا. اسامه رفعت لعلي رعد دخول وتصويب وهدف، هدف رقم 23، هدف سريع جدا لفريق الجيش. الان علي رعد لأول مرة أشاهده في الشوط الثاني. 26-23. فريق ديالا يحاول، فارس مفتاح، رادع بالزيد لفارس، علي طارق من جديد، تقاطع ما بين اللاعبين الخط الخلفي. هنا علي طارق، فارس مفتاح، والدخول، ودفاع قوي من كاميران اسد الله، دفاع قوي من كاميران اسد الله. فارس الى راد عبد الزيد، راد عبد الزيد واشاره اللعب السلبي، وتمريره خاطئه، تمريره خاطئه. اسامه رفعت الى حسين عبد الهادي، اسامه رفعت من جديد، يحاول الان علي رعد، علي رعد يعتمد على المهاره الفرديه والدخول والتصويب، ولكن منير قاسم موجود يتصدى لتصويبه علي رعد. علي رعد حاول بمهاره كبيره، لكن يتصدى لكره مهمه جدا، يعني لو سجلها علي رعد لا لكان هناك كلام اخر، لكان الضغط، كل الضغط على فريق ديالا. علي طارق، مصطفى بكري، فارس مفتاح، يحاول الان فريق ديالا 3 دقائق وثواني على نهايه اللقاء. خطأ، رمية 9 امتار على عبد المنعم الى مصطفى بكري. علي طارق، دفاعات الجيش تعمل بقوة خلال هذه الهجمة. فارس مفتاح وتصويبه، هدف جميل من فارس مفتاح، هدف جميل من فارس مفتاح، هدف رقم 27 يوسع الفارق إلى 4 أهداف. الأمور تزداد صعوبة. علي رعد لأسامة، شاهد الدفاع القوي، شاهد الدفاع القوي على أسامة رفعت. أسامة يحاول الدخول والتصويب وهدف، هدف رقم 24 لمصلحة فريق الجيش. جيش يعود ويقلص الفارق إلى 3 أهداف، لكن الوقت متبقي 2:20 ثانية. على عبد المنعم إلى فارس مفتاح، يحاول الآن مصطفى بكري، وهناك رمية 9 امتار، هناك رمية 9 امتار. على عبد المنعم لمصطفى بكري، يحاول الآن فريق ديالا. علي طارق إلى مصطفى، علي طارق يصوب في العارضة،
في العارضة، وهناك رمية 9 أمتار. هناك رمية 9 أمتار. نعم 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 نعم، خطأ على أحد لاعبين نادي الجيش. ما زالت الهجمة لمصلحة فريق ديالى، ووقت مستقطع آخر. وقت مستقطع آخر يطلبه حيدر غازي، ومتبقي دقيقة و44 ثانية. أكيد يعرف تماما إذا سجل هذا الهدف لا خلاص ديالى يفوز بهذا اللقاء، فبالتالي يطلب وقت مستقطع من أجل إيجاد خطة مناسبة، من أجل تسجيل هدف لفريق ديالى لحسم الأمور. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه حيدر غازي، وديالى في يعني هجمة مهمة جدا. إشارة اللعب السلبي، فارس مفتاح لعلي طارق، فارس مفتاح من جديد، هل يصوب؟ هل يصوب؟ تصويب لعلي عبد المنعم، لكن خطف الكرة، وهناك خطأ. هناك خطأ، رمية 9 أمتار لمصلحة فريق ديالى. كم متبقي؟ تمريرة واحدة فقط، تمريرة واحدة فقط، والوقت دقيقة 19 ثانية وكلام. نعم نعم، دونت تاتش، يقول له دونت تاتش مي. نعم، لا تلمسني. والأستاذ أحمد شاكر يتكلم مع المدرب ياسر جاسم، اهدأ يا كابتن ياسر، واهدأ يا كابتن أحمد. وطبعا يطلب الهدوء، يطلب الهدوء، لا داعي لهذه النقاشات. يعني مباراة جميلة، مباراة ممتعة، لا يعني نتمنى أن الابتعاد عن النقاشات، يجب أن تكون أهدى يا كابتن ياسر مدرب نادي الجيش. وهناك يعني شاهد، تحصلت على إيقاف مجاني، تحصلت على إيقاف مجاني. يجب أن يخرج لاعب من لاعبي نادي الجيش، يجب أن يخرج. نعم، خرج أحد اللاعبين. 24-27، دقيقة 19 ثانية. خلاص فريق الجيش لنهاية اللقاء سوف يكمل منقوص العدد والهجمة من جديد. خلاص انتهى وقت طبعا شرط اللعب السلبي بسبب الخطأ والإيقاف، وهناك خطأ، رمية 9 أمتار. فارس مفتاح، مصطفى بكري، علي طارق، حسين أحمد، علي طارق، تمريرة لم تصل. وهنا الهجوم المرتد السريع لمصلحة فريق الجيش. مصطفى محمود، مصطفى محمود، تمرير لعلي رعد، علي رعد لمصطفى محمود من جديد إلى كاميران أسد الله، دخول وتصويب، ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار أخرى لمصلحة نادي الجيش، وعلي رعد يطالب بالحكم بإيقاف الوقت. رمية 7 أمتار. هل الجيش لديه القدرة والمقدرة على العودة؟ الأمور صعبة. نعم، الأمور صعبة وصعبة جدا، الأمور صعبة وصعبة جدا. وأيضا هناك اعتراض، وأيضا إيقاف مجاني على فريق ديالى، مثل ما كان إيقاف مجاني على فريق الجيش، وبالتالي الفريقان سوف يلعبان منقوصان طبعا العدد لنهاية هذا اللقاء. أسامة رفعت أمام الحارس إبراهيم وحيد، أسامة رفعت أمام إبراهيم وحيد على الرمية الجزائية. أسامة، هل ينجح بالتسجيل؟ هل ينجح بالتسجيل أمام إبراهيم وحيد؟ ينجح بالتسجيل، هدف رقم 25. وكم 20 ثانية، 20 ثانية دفاع متقدم. وشاهد أسامة رفعت مع مصطفى بكري كأنها مصارعة. اهدأ يا أسامة، اهدأ يا أسامة. نعم، إيقاف على أسامة. أسامة اليوم متوتر،
أسامة رفعت اليوم متوتر، ولا داعي يا أسامة رفعت، خلاص يجب أن تهدأ، يا أسامة يا رفعت. لاعب لديك الخبرة، لديك القيادة، لديك الكاريزما، لا داعي لفقدان أعصابك، لا داعي لهذا التوتر. يعني حتى المدرب يطلب منك الهدوء، لا داعي، استريح. نعم يا أسامة رفعت. وعلي عبد المنعم يأتي بنفسه ويطلب من أسامة أن يهدأ. اهدأ يا أسامة، لا داعي لهذا الكلام. وشاهد فرحة جماهير ديالى، وخلاص يعني اتفق الفريقان على نهاية هذا اللقاء في الثواني الأخيرة. مبارك لديالى، الفوز على فريق الجيش 27 هدف مقابل 25. وهارد لك لفريق الجيش. ديالى يصل إلى المركز الثالث، والجيش يذهب إلى المركز الرابع بانتظار نتيجة مباراة الشرطة وبلدية البصرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.